السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة كليكوك. معكم مريم بركات. إليكم شوربة بالخضار شهية جدا، وكذلك بكريات من اللحم المفروم للتغيير في شهر رمضان المبارك. أتمنى أن تنال إعجابكم. هذا هو شكلها وقوامها. سوف نحتاج فيها للمقادير إلى أي أنواع خضار متوفرة لديكم. سوف نحتاج إلى الكرات، طماطم نزعت لها البذر وتركت القشر. سوف نحتاج أيضا إلى الجزر، أيضا بصل وقرع أحمر، قرع أخضر، وكذلك ملفوف أو ليشو. يعني استخدموا أي خضار متوفر لديكم في المنزل، لا مشكلة. هنا الملفوف. وسوف نحتاج أيضا إلى القليل من الكزبرة والبقدونس، ملح وفلفل أسود اختياري. وسوف نحتاج أيضا إلى قطعة من اللحم المفروم أو الكفتة، هكذا كريات صغيرة. وسوف نحتاج قليلا إلى الشعرية. أول شيء سوف أقوم بوضع الخضار في طنجرة، يعني سهلة سريعة التحضير. هذه الشوربة لذيذة جدا مع الكريات اللحم المفروم. أضيف القليل من زيت الزيتون وسوف أطهوها مباشرة. أضيف هنا الملح والفلفل الأسود فقط لا غير. وسوف أصب الماء المغلي أو أضع في الإناء أو القدر الماء المغلي، بعد ذلك أصب فوقه يعني الخضار. وسوف أقوم بغلق طنجرة الضغط. بعد أن تطهى الخضار سوف أقوم بطحنها بهذا الشكل حتى أحصل على خليط منسجم. على هذا الشكل. بعد ذلك سوف أتركها لتغلي تقريبا يعني 10 دقائق حتى تصبح يعني كثيفة أكثر. وهنا سوف أضيف كريات اللحم المفروم يعني كآخر مرحلة. بالنسبة لقوام الشوربة يمكنكم أن تضيفوا الماء إذا أردتم قوام أكثف يعني للشوربة. وهنا أضفت الشعرية وسوف أتركها لتغلي دقائق معدودة. وقبل أن أزيلها من على النار، هذا هو القوام كما تلاحظون. قبل أن أزيلها من على النار سوف أضيف القليل من الكزبرة والبقدونس تعطيه لون ومذاق. وأيضا سوف أضيف ملعقتين إلى 3 ملاعق من زيت الزيتون، يعني شوربة صحية. وهنا أضيف الكزبرة والبقدونس وأزيلها مباشرة من على النار. هذا هو قوامها، شهية جدا، أنصحكم أن تجربوها. لا تنسوا أن تزوروا موقع القناة هو www.clickok.com. سوف تجدون وصفات أخرى، وأن تضغطوا على زر لايك إذا أعجبتكم الوصفة، وعلى زر الاشتراك تتوصلوا دائما بالجديد. أشكر متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله.